اليوم عندي شغل بالمطعم العراقي. اذا انت عايش بالمانيا وتحديدا ببرلين وما تندل هذا المطعم حجي كباب، حياتك خساره، لان عندنا كل الاكلات العراقيه وعندنا صمون وقص عراقي. تعال اشوفكم الاجواء. اول ما دخلت على المطعم رحت يم القص، لقيت كلش هواة طلبويات على القص العراقي، لان تدرون القص العراقي كلش نادرا ببرلين، بس اكيد راح تجون يمنا راح تلقون عندنا متوفر القص والصمون العراقي الحار. قلت له اليوم اريدك تسوي لي ماعون يذكرني بريحه العراق. والله حط لي وما اعرف ليش من اشتم لي اتذكر ريحه العراق قسما بالله. والطعم مال القص مالتنا كلش طيب بصراحه. هنا جابوا لي خبزه حاره، هم انا سويت حركه الاضرب اضرب، وهنا الطعم خرافي وبصراحه كلش طيب. هنا اجى سجاد ابو الضلوع، هم انا قال لي سوي لي لقمه حيدريه 100%، وحطينا على اللقمه صاص عراقي. وسجاد كان هنا كلش فرحان وسعيد مثل التمساح اكلها. وهنا اعطاني سجاد علامه الجوده اضرب. طبيت مره ثانيه على المطبخ والسيد قال لي حسوي لك قليه وموصليه. هنا قلت له اني قبان قلبك حبيبي، بس من اشتميت ريحه اللي بصراحه اشتميت ريحه العراق. ما اعرف ليش من اشتم اللي اشتم ريحه العراق. انتم همينا مثلي كتبوا لنا بالتعليقات. وبصراحه القليه الموصليه كلش طيبه. المهم قلت له للسيد انا اليوم كل جوعان. والله السيد ما قصر، بسرعه حط لي على المنقله الشاش كباب من كل شيء نوع. والله بصراحه شكرني شهي وراح يصير نشكرني لوحه فنيه. اهم شيء الطماطه والفلفل. قلت له دار لي اياها بالطماطه الشوي. وتدرون الخبز العراقي ريحته ترد الروح. لا الطعمه شلون، اكيد متوفر يبيعون خبز عراقي. تعالوا هلا بيكم. وهنا كمل الكباب ونزلته، وسجاد كان كلش فرحان وسعيد. وبصراحه هنا السفره حنسويها مثل اللوحه الفنيه. وهنا الخبزات مالتنا كملن واضرب. واكيد لازم قص عراقي، بدون القص العراقي اكيد السفره ما راح تكمل. هنا التمساح اقصد سجاد كلش فرحان وسعيد واضرب. كان بصراحه حظنا كلش حلو، لان القليه الموصليه استوت وجبنا من عندها ماعون وصمون عراقي. وهنا لبن اربيل، وجبت همنا اكيد لبن اربيل اليه. ولك عيني مو اضرب عاط. وهسه سفرتنا كملت. ولك عيني هذا بالضلوع موجود. لك عيني بالضلوع. لو هيك اكل لو ماكو تدلل يمي، مو قلت لك يمي بس تعال وياي. وهنا سجاد قال لي حسوي لقمه حيدريه اصليه 100%. وهنا تدرون سجاد التمساح حيفترسها افتراس مو طبيعي. هنا القليه الموصليه بصراحه طعمها كلش حلو وطيب. لك اهل الموصل قبان قلبكم، هاي الاكله كلش طيبه عندكم. هنا أنا قررت اكل سجاد، تدرون سجاد ضلعي فقررت اكله. والله الضلوع مالتهم بصراحه طيبه، وانا من عشاق الباميه اكيد فلازم اكل باميه. اقول هي بانيه لو باميه، المهم كتبونا بالتعليقات. بصراحه طعمها كلش كان طيب، قمت ارقص ما قد ما الطعم طيب. طبعا انا مو من عشاق الفاصوليا، بس الفاصوليا اقدر اكلها وطعمها كان كلش طيب. هنا همنا القص العراقي ويا التمن. تدرون احنا العراقيين اذا مو تمن ومرق وهاي السوالف ما نقدر نعيش. انا ويا الاكل ما احب اشرب شي، بس اكيد هسه اجى دور اللبن مال اربيل. صور هاي خبل